مش فرنتشر. فرنتشر شفتوه قبل كده؟ لا. لا اكيد شفتوه. ده ليه نطقين. لا شفته في كلمات زي كلمة نيتشر، كلمة فيوتشر، كلمة فرنتشر، انت شفته. دلوقتي انا عندي التي يو ار اي ليه نطقين. ليه الكلمة دي مثلا على سبيل المثال والكلمة دي على سبيل المثال، ايه الفرق ما بين الكلمتين دول في المقطعين دول من وجهة نظرك؟ انت شايف ايه الفرق ما بين التي يو ار اللي هنا، تي يو ار اي اللي هنا، والتي يو ار اي اللي هنا؟ تفتكر انا قسمتهم كده ليه؟ الموضوع بكل بساطة، هنا قبليها فاول، هنا قبليها كونسنت. يبقى التي يو ار اي هيتحدد نطقها بناء على قبلها ايه؟ فاول ولا قبلها كونسونانت؟ ساكن ولا متحرك؟ بص لو قبلها متحرك هتنطقها كده تشر، يعني هتنطق معايا حرف التي. نيتشر، قول معايا نيتشر. نيتشر نيتشر. الكلمة دي اسمها فيوتشر. فيوتشر فيوتشر. يبقى هنا عشان قبلها فاول نطقت التي اهي. نيتشر فيوتشر. نيتشر فيوتشر. طيب وفرنتشر مش فرنتشر، فرنتشر. طيب هنا بقى لو لقيت التي مع اليو ار اي قبلها كونسونانت مش هتنطق صوت التي، فهتقول بدل ما تقول culture هتقول culture. culture culture. طب الكلمة دي اقولها ايه؟ اقسمها دي كده ودي كده. هل التي هنا هنطقها في قبلها كونسونانت ولا فاول؟ يلا جاوب، قبلها كونسونانت ولا فاول؟ كونسونانت، يعني ما انطقش التي. بدل ما اقول structure هقول structure. structure structure. معايا structure structure. طب عايز اقول الكلمة دي، بس دي كلمة اصعب بقى شوية، قسمها. yes culture. agriculture. agriculture. زراعة. agriculture. بدل ما اقول agriculture نلخص بقى، تي يو ار اي قبلها فاول انطق التي. nature future furniture. طيب التي يو ار اي قبلها كونسونانت مش هنطق التي، ها فاقول culture. culture structure. structure agriculture. صعبة؟